عليكم ورحمة الله وبركاته. بهاليل قلب زوزو، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة وصلنا لمحطة ان شاء الله المراجعة، وهنراجع مع بعض 3 units. بص بقى يا سيدي ابطال تانية ثانوي الجامدين، بص حبيب قلبي، واحنا بنراجع للمراجعة دي احنا عندنا 3 units الجرامر بتاعهم هيتشرح بالتفصيل. المراجعة ايه بتشمل ايه؟ بص عندنا شيت ان شاء الله باذنك انت يا رب. بص كده، ده طبعا الستوري بتاعتكم عندنا تشابتر 7 وتشابتر 8. هيكون موجود البوستر ده موجود على المنصة، لو مش موجود اطلبوا من الاسيستنت، اطلب من التيم، قول لهم كده عشان هو ممكن يقع منهم ده، فان شاء الله باذن الله مش هيقع منهم حاجة يعني، بس بقول لك يعني عموما هيكون موجود شرح فيديوهين، في فيديوهين شرح ملخص لاحداث القصة، وتقراهم كويس قوي قوي، وبعدين تقرا البوستر ده، يبقى انت كده تمام. الملزمه بقى بتاعتك، الشيت بتاعتك فيها ايه؟ بص يا سيدي، عندنا ان شاء الله هنبدا باهم الكلمات اللي موجوده في يونت 7 و8 و9، دي اهم الكلمات اللي فيها. بعد كده عندي بقى تشوز، تقعد تحل 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 تحل، وتسالني في كل سؤال انت ما تعرفوش اجابته، انت شفت اجابته كذا، عايز تعمل اجابته كده، تمام. انت اجابتك مثلا السؤال هنا 20، انا شفت دي his courage، انا رحت مختار if it were not for، خلاص رحت للاجابات لقيتها without. طب يا ميس ما هي اصلا without بتساوي if it were not for، تروح قاري لي بقى انت تقرا السؤال تاني، اقتنعت بالاجابه يا عينيا يبقى زي الفل، ما اقتنعتش يبقى رقمي عندك 010 120 745 742 عشان تبعت لي كل الاسئله اللي انت عايزها وانا برد عليك، وانا اللي برد عليك بنفسي. فما تتنكش عليا وتقولي مش عارف ايه، اصل يا ميس مش عارف ايه، ولا اصل ايه، مش دعوه. ما تجيش بقى تقارن انا مش زينب بحسين تاني مدرس تاني، كل واحد بيبذل اكستريم اللي هو عايزه، اللي هو يقدر عليه، اللي هو عايزه. انا ده بالنسبه لي منهج جديد خلاص. السنه دي انا مش هعمل موديل انسر لاي حاجه، مش هعمل فيديوهات اجابه لاي حاجه. ليه؟ لسبب انا عندي انا مش مشكله ولا حاجه، لا انا عايزه ادخل جوه دماغك. فانت لما حبيبي بتسالني اسئله كتير غير لما ارمي لك فيديو الاجابه، لما بتسالني انا بدخل جوه دماغك وبعرف الدفعه بتاعت السنه دي 2025 بتفكر ازاي. فلما تيجي ثانويه عامه انت السنه اللي جايه هبقى عارفه ايه نقط ضعفك وايه اخطائك، وهي دي اللي هبقى بشتغل لك عليها، مش هبقى بشتغلك. خلاص ده بالنسبه لي منهج جديد، وانت بالنسبه لي طالب جديد. انا اعرف دماغك منين؟ مش جديد عليا ان انا اعرفه، لا جديد ان انا ادرسه لك، ان انت اشوفك فيه. اعرف منين؟ لازم تسالني. عشان كده انا باخد من وقتي وصحتي ومجهودي اني انا اقعد ارد على التليفون بشكل شخصي. انا ليه ما بديهوش؟ هل انا ما عنديش تيم علمي؟ انا عندي 5 تيم علمي، دول 5 التيم العلمي بس. انا كل الناس بتيجي لما التيم كله بتاعي بيكون موجود، كل الناس بتقعد تقول لي هو ايه ما شاء الله الله اكبر يعني، بس ليه كل الناس دي؟ انا عندي 5. ليه ال5 دول ما بيجاوبوش على ولا سؤال؟ علشان انا عايزه ادخل جوه دماغ سيادتك واعرف انت بتفكر ازاي، عشان لما اعمل لك مراجعه ليله الامتحان اولى تانية تالتة بيجي منها الامتحان. اوعى تقارني باي حد، ده فوق دماغي من فوق، احسن مني 100 مليون مره، عاجبك روح له، ما تجيليش. انت جاي لي عشاني، اللي انا هعمله في مصلحتك، اي حاجه بعملها في مصلحتك. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ده تحذير بسيط ومهم بدات بيه لاولى وتانية وتالتة ثانوي، علشان في صياح. والله ما فيش صياح ولا حاجه، هو بس في حدين 2 اللي صيحوا، الباقي كله الدنيا تمام ومعاه. بس حبيت اوضح النقطه دي عشان لو في اي حد بيصيح داخليا ومش قادر يتكلم معايا يبقى الرساله وصلت له، ويبقى كل حاجه فهمها ببساطه. النهارده حصتنا هيكون فيها ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشرح الجرامر كله بالتفصيل 7 و8 و9، تمام؟ ده رقم 1. بعديها حضرتك هتحل الملزمه دي كويس قوي قوي، وهينزل لك الموديل انسر بتاعها وتصحح. ده صح، ده صح، ده صح، ده صح، ده صح، ده غلط، مش مقتنع بالاجابه تبعت لي وانا بنفسي اللي هرد عليك.
بعديها ان شاء الله باذنك انت يا رب هنحل مع بعض قطعه جميله جدا جدا جدا، وهنحل. بص عندنا هنا فيه اسئله على النوفل، عشان انا قلت لكم انتوا هتقروا الاحداث، تتفرج على الاحداث وبعدين تقراها، وبعدين هنا تبص على الاسئله وبعدين تقعد تحل. في اسئله هتلاقي الشيت اللي معاك بقى فيها اسئله تحلها برضو، ولو في سؤال مش مقتنع بيه او مش عارفه برضو تبعت لي عشان اشوفك بتكتب صح ولا غلط. بعدها النهارده هعلمك حاجه جامده جدا 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 بالنسبه لبتوع المنصه، هتنزل لهم النهارده، اللي هي ايه؟ حل القطعه والباراجراف. طب بالنسبه لبتوع اليوتيوب يا ميس، يعني هم بتوع اليوتيوب ما يشبهوش؟ لا، بتوع اليوتيوب انا نزلت لكم حصه، اعمل سيرش عندي كده، انزل عندي كده هتلاقي فيديو ازاي احل قطعه، اتفرج عليه. هتلاقي فيديو ازاي اكتب باراجراف او اسي، اتفرج عليه. فانتوا الحاجه نازله لكم اوريدي، عشان انا ما بحبش حصه اليوتيوب انت بتدخل على الحصه تلاقيها اكتر من ساعه ونص بتتجنن. فانا انما بتوع المنصه بتوعي بيلاقوا الحصص عادي 5-6 ساعات وبيقعدوا غصب عنهم مش بمزاجهم. فانت لو لقيت الحصه اكتر ما خلاص مش متفرج ولا ده ولا ده، ولا خدت المعلومه المهمه. على اليوتيوب بنقلها لك، يعني بنزل لك الفيديو متقطع، انما بتوع المنصه بياخدوا الفيديو كامل على بعض. يلا بينا نبدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي والتجئ الى حولك وقوتك. عايزه منكم حاجه بقى، حاجه جميله وحلوه الفتره دي. ادعوا لي، انا بمر بفتره نفسيه مش الطف حاجه، فادعوا لي. الدعاء بظهر الغيب جميل جدا. يلا بينا. بسم الله. في يونت 7 احنا اتكلمنا عن، تعالى نمشي يونت كده. في يونت 7 احنا كنا، ثانيه واحده، في يونت 7 احنا كنا بنتكلم عن الكونديشنالز لإف، اللي انا ما بقولش عليها كونديشنال اصلا، انا بقول عليها تايب. حرفين 3 والموضوع ينتهي خلاص. نبدا بالفيرست او الزيرو كونديشنال او الزيرو تايب. انا هبدا بيه، وكل تايب انا لما اجي هشرحه بالتفصيل، فانت ركز معايا قوي. يونت 7 تقيل شويه ومهم جدا 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 جدا. هبه انت ثالثه ثانوي صح؟ هسالك سؤال، النموذج الاسترشادي جالهم كام سؤال على اف؟ جالكوا كام سؤال على اف؟ 2. عمل لهم ايه بقى؟ يا ريت كان جايب قاعده اف العاديه اللي هو اللي انا هشرحه ده جاب اللي في الاخر الحذف حذف اف، وعامل بقى حركه تانية اقذر، عامل ضارب في الخلاط كده، جايب كوبايه كده وحاطط سؤال اف وسؤال اندايركت وضاربهم في الخلاط ومطلع لك حبيبي اتفضل سؤال. انت مذاكر تراكمي يا عينيا ولا انت من الناس المتغفله؟ فهو انت بقى ما تبقاش مغفل. اعمل ايه يا ميس عشان ما ابقاش مغفل؟ ذاكر منهجك بتاع تانية ثانوي كويس، ده هيريحك في تالتة. هو معنى كده ان في تالتة انت مش هتاخد دي؟ لا هتاخدها، هتدرسها وعادي جدا. انا التراكمي بديه كمنهج، لما تخلصوا الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله ولا الاسبوع اللي جاي انتوا هتبقوا خلصتوا منهج اولى بالكامل ثانوي ترم اول وتاني، تانية ثانوي كامل ترم اول وتاني، تالتة ثانوي كامل ترم اول وتاني. انتوا عارفه انتوا عندكم ايه الاسبوع اللي جاي؟ عندكم 3 حاجات. عندكم الادجكتيف في المنهج، الادفيرب مش في المنهج، عندكم الكويستشن تاج، 3 شرح جرامر في حصه. فوانتوا الحاجات دي عليك لو انت في تانية مذاكر، انت قاعد كل الحاجات دي سمعتها قبل كده، بتزود حاجات بسيطه بس. طب لو انت في تانية كنت على الله ان شاء الله، كلنا على الله، بس هتاخد فوق دماغك غصب عنك وبمزاجك، غصب عني وغصب عنك. انا لو عليا ادي لك كلمتين والموضوع انتهى صح، بس هو الموضوع لن ينتهي. فركز كويس قوي عشان الحصه دي اصلا انا هديها لثالثه ثانوي. دي هم خدوها اوريدي، يعني ده ثالثه ثانوي خدوه. ده انا ممكن اروح واخده الحصه دي كده كلها اصلا زي ما هي، ما صورهاش تاني واروح بعتها في المراجعات لثالثه ثانوي. خلاص يلا ركز معايا. بص يا سيدي، انا هبدا بالزيرو تايب. قلنا تايب او كونديشنال ما تقرفناش ماشي اهي. لما الاتيتيود بتاعي بيكون ببقى عنيفه قوي. ما هو انا بسبب، انت عارفه انا بسبب ايه؟
انا نفسيتي دي بسبب ايه؟ بسبب الطلبه. اول سنه الطلبه هي اللي تاثر عليا بالسلب، مش انا اللي اثر عليهم بالايجاب. اول سنه، ودي عمرها ما حصلت. انت معايا بقالك 3 سنين، عمرها ما حصلت، عمرك ما شفتيني بالوش ده. الطلبه هي اللي بقت، في طلبه قليله الادب بزياده قوي قوي، فهي وصلتني لمرحله ان انا ماليش نفس اشتغل ولا اشتغل لهم، فاهمه؟ فالموضوع اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي والتجئ الى حولك وقوتك. ليه دايما بنلجأ الى حول وقوه الله؟ انت عارفه ان في منهم برضه ما بيحبوش النصيحه دي، يعني هم مش عايزيني، هم عايزيني اقول المعلومه واتكل على الله. ما تسمعنيش بقى. الطالب ده، انت يا طالب قاعد متضايق من نصيحتي، ما تجيش عندي، ما تحضرش في السنتر، ما تتفرجش عليا، انت مش مهم بالنسبه لي. ال4 دول امشي. انا مش انت مش تارجتي اصلا. انا تارجتي مش انجليزي اصلا. من الاخر، انا تارجتي اني اغير فيك حاجه، اخليك بني ادم، وانا ابقى بني ادمه معاك. لان هو ربنا خلقنا عشان كده، عشان نسعى في الارض، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها. يعني ان بني ادم واحد يسمع نصيحتي ويعمل بيها، واحد بس يسمع نصيحتي ويعمل بيها، احسن من الدنيا واللي فيها. فانت متخيل بقى انا بتارجت ايه وانت مش عايزه؟ مع السلامه، الباب مفتوح اصلا. كنت هقول حاجه، ان احنا بنعتمد على قوه وحول الله، لان الله لا يمل. صح؟ الانسان يمل. يعني انت لو في حد على طول بيشتكي لك بيصيح، انت بتملي من يوه جينا للصياح. ولو انت تعبانه ومخنوقه ومضغوطه ما تسمعيهوش، صح؟ طب هل في مره من المرات ربنا بيمل مننا؟ لا. عشان كده دايما احنا لازم نلجأ وقوتنا ناخدها منين؟ من الله. ان شاء الله باذنك انت يا رب، ربنا يعيننا ويقوينا على الايام اللي احنا فيها. فعندي الزيرو تايب، هفك اهو، هبدا الدنيا تمشي معايا، هبدا افك. الزيرو تايب بيبدا هنا اهو بسبجكت فاعل، خلاص، وبعدين هنا بجيب حاجه اسمها present simple. انا هشرح كل حاجه كأن انت ما سمعتش انجليزي قبل كده، خلاص؟ طب لو انت سمعت ابقى اعملني على x2، خليني براب عادي، مش مهم. اما ما هو انت ما تتقمصش، ما هو انا عايزه اراضي الكل، وانا من الكل مش هيرضى برضو، مش مهم. بس فانت ايه، انا يعني present simple يا ميس هتشرحيه من الاول وجديد هنا؟ لما نيجي نتكلم عن الباست سيمبل هتشرحيه هنا من الاول وجديد؟ كأنك انت قاعد بطيخه ما حضرتش انجليزي عند اي حد في الحياه. خلاص نكمل. وبعدين هنا هجيب فاعل، وبعدين present simple مضارع بسيط. خلاص، تعال نشوف بقى يا صاحبي ايه هو. بص انا هعمل بقى حركه سريعه جدا اهي. تعال نشوف ايه هو المضارع بسيط. انا عايزاكي تراجع معايا اللي انا براجعه ده عشان ده مهم جدا. المضارع البسيط هو عباره لو ابتدى بسبجكت. يعني ايه سبجكت؟ فاعل. لو هو اللي عمل يبقى سبجكت. مش عاجبهم لو هو اللي عمل يبقى سبجكت، ولو مش هو اللي عمل يبقى اوبجكت. مالكش دعوه. خليك في طلابك، خليك في طلابك يا استاذ الجامعي، خليك في حالك. انا باجي اتدخل في طلابك واقول لهم انتوا بتفهموا ازاي؟ لا، ما تتدخلش في طلابي. انا سيبني، انا ببصمج لهم، سيبني انا وهم احرار في قلب بعض. المهم بينا الفيصل ورقه امتحان. يا بنتي مسكتي النموذج لقيتيه بعيد عنك ولا لقيتيه اسهل ما يكون؟ هو ده الفيصل بيني وبين الطالب، فما تقرفوناش. لو ابتدى بسبجكت يعني هو اللي عمل الفعل، فساعتها بتجيب لي verb بإس أو من غير إس. طبعا إس أو إي إس أو آي إي إس. present simple بدأ بسبجكت verb بإس ومن غير إس. present simple بدأ بسبجكت verb بإس ومن غير إس. يعني إيه؟ يعني إما do يا إما does. طب إمتى do؟ أقول لك بقى. do يا حبيبي مع هنا أهو، مع I we you they وأي اسم جمع. طب إمتى does؟ مع he وشي وإت وأي اسم singular مفرد. خلاص؟ يبقى he وشي وإت وأي حاجة مفرد بتاخد اس. I we you they وأي اسم جمع
معاهم من غير اس. وريني كده اللي انت فاتحه ده عشان بس ايه يبقى مثال واضح قدام. دي تالتة زي ما انا قلت في اول الحصه والنماذج الاسترشاديه وقعدت اتكلم اهو. لا اهو ايه اهو تلخيصها للدرس. السنه سنه كام؟ واخداه في يونت كام؟ ده يونت ايه؟ كاتبه يونت 5 بارت 2 واخداه السنه دي اهو. تراكمي اهو، مش في المنهج، ده كان تراكمي شرحته لها في الحصه عادي اهو. والكويستشن تاج دايما عكس نفس الكلام ده، هنراجع عليه هنكمله اهو. ده كلام قلناه السنه دي. بحبك، تيجيتي في وقتك على فكره. خلاص. طب لو ابتدى بأوبجكت، طب النيجاتيف بتاع ده الاول، النيجاتيف الاول يعني ايه النيجاتيف؟ يعني النفي. النفي بتاع الكلام ده يا اما don't يا اما doesn't، وبجيب بعدها الفعل في الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. ونركز كويس قوي على الفعل، على النفي اللي بنيفر. نيفر بجيب بعده فعل باس وفعل من غير اس عادي. مش فاهم حاجه؟ تعالى معايا افهمك. بص يا سيدي، انا بقول علي doesn't smoke. علي ما بيدخنش، صح كده؟ طب انا عايزه اقول علي بدل doesn't never. هقول ساعتها never، برافو عليكي، هقول never smokes. مستحيل يدخن، مستحيل يكون دخن، او هو عمره ما دخن. خلاص؟ يبقى دي الاتنين واحد عادي جدا. يبقى انا لو جبت don't او doesn't هجيب بعدهم الفيرب فين؟ في الانفينيتيف. انما never هجيب بعدها يا اما باس يا اما من غير اس. يعني هاجي اقول لك كده I don't smoke. طب هنا he لو بنيفر هقول I never smokes. I never smokes. لا طبعا، برافو عليكي، عشان I يبقى مش هنحط اس. مع ان never قلنا ايه؟ النيجاتيف don't و doesn't والانفينيتيف بس never لا. don't و doesn't والانفينيتيف بس never لا. تمام زي الفل. يبقى كده present simple بدأ بسبجكت فيرب باس ومن غير اس. present simple بدأ بأوبجكت ام وإز وار والتالت. present simple بدأ بأوبجكت ام وإز وار والتالت. لو المضارع البسيط ابتدى بأوبجكت، يعني ايه اوبجكت؟ يعني مفعول. يعني ايه مفعول؟ يعني مش هو اللي عمل. لو هو اللي عمل يبقى subject، مش هو اللي عمل يبقى object. ساعتها هتجيب لي am أو is أو are والتصريف التالي. تمام؟ ده كده المضارع بسيط. أنا ليه شرحته بالتفصيل؟ لأن هو موجود في الجملتين. يعني جملة F دي فيها 2 sentences، يعني جملة أولى وجملة تانية. في الزيرو تايب أنا بقول الجملة الأولى مضارع بسيط، الجملة التانية مضارع بسيط برضه. طب إحنا بنرمز للمضارع بسيط ده بإيه؟ بإس، صح؟ ما هو دي اللعبة، ان انا عايزه من الاخر اروح قايله لك اس. اول ما اقول لك اس تفتكر على طول مضارع بسيط فيرب باس ومن غير اس. خلاص؟ فانا هنا دي ايه؟ دي present simple، يبقى تبقى من طلابي. تبقى انت فاهم دماغي وفاهمني ومن طلابي. مشكله الشرح بالنسبه لي ان هو مرتبط بالنفسيه. ليه؟ لان هو الانجليزي اللي انا عاملاه ده مش انجليزي اللي هو بيتشرح، مش اللي المفروض يتشرح. ده الانجليزي اللي بطريقتي بدماغي، اللي هو ايه؟ اللي هو بدلع كده، بروشنه. فانا ازاي ابقى كئيبه وروشه؟ ما ينفعش، لا يجتمعوا الاثنين مع بعض. فعشان كده هفك معاكم في الحصه عشان خاطركم والله. خلاص؟ يبقى ايه؟ present simple. فلما اجي اقول لك الزيرو اس واس، الزيرو اس واس، انت بس ابني انا بس اللي فاهمها. ابني انا بس هيجي يروح قايل لي يو هيتس ولا يو هيت بس من غير اس. ابني انا. فلما تيجي بقى بتوع السوشيال ميديا حسبي الله ونعم الوكيل يروحوا قاصين الحته دي ومنزلينها، هم اللي بينزلوا، هم. انا مالي؟ اسمع قول لي بقى ميس لو سمحتي بعد اذنك قبل ما احكم عليكي عايزه اسمع الحصه كامله. ساعتها ابقى اتكلم. هتسمع الحصه كامله هتلاقي نفسك فهمت، هتقعد زي الجزمه مش هترد عليا اصلا.
تاني يبقى الزيرو اس واس الزيرو اس واس الزيرو اس واس الزيرو اس واس زي الفل. يبقى الزيرو تايب دي اس واس. يعني ايه اس؟ يعني present simple. present simple بدأ بسبجكت فيرب باس ومن غير اس. النيجاتيف don't to doesn't والانفينيتيف بس never لا. تمام؟ طيب بدأ بأوبجكت ام واز وار والتالت. بدأ بأوبجكت ام واز وار والتالت زي الفل زي الفل. بستخدمها امتى بقى؟ حاجة من الاتنين، يا اما fact يا اما habit، يا اما حقيقة يا اما عادة. يبقى الزيرو اس واس حقيقة وعادة. الزيرو اس واس حقيقة وعادة. الزيرو اس واس حقيقة وعادة. تعالى بقى معايا كده. قلت لك كده if you heat water. ركزي عشان هنا مهمة قوي. it boils. ماشي؟ مهمة قوي. بص حبيبي، انت قلتي ايه دي؟ F، وهنا دي الايه؟ الزيرو تايب. تمام كده؟ تمام. هو هنا ده ايه؟ S، وهنا ده ايه؟ S، عشان الكلام ده ايه؟ حقيقة. طب يا ميس احنا هنا ما حطيناش S عشان يو ما بتاخدش S، فانت فاهمني بقى. طب هنا يا ميس حطينا S عشان it بتاخد S. تمام؟ انت فاهم معايا؟ لازم تكون حافظ وفاهم الاتنين. فاحنا هنفهم سوا وهنحفظ بطريقتنا اللي هتفكرنا في الامتحان السنة دي والسنة اللي جاية. أهم عندي من السنة دي. تالتة أهم عندي من السنة دي. لو انت بتاع تالتة وبتسمع الفيديو ده فاعرف ان انا بكلمك اصلا دلوقتي. اصلا. خلاص؟ زي الفل. فيجي يروح قايل لي الزيرو اس واس حقيقة وعادة. الزيرو اس واس حقيقة وعادة. انا كتبت الحقيقة، تعالى نكتب الهابت. يقول لك ايه؟ if I sleep early I always على طول wake up early. لو نمت بدري أنا على طول بصحى بدري. دي كده اسمها habit. If I read in bed لو قريت في السرير I always fall asleep. I always fell asleep. أنا على طول بروح في النوم. لو دي عادتي، لو قريت في السرير أروح نايم. خلاص؟ يبقى دي اسمها إيه؟ habit. عادة. ركزي عشان هقول معلومة كمان شوية هتيجي في امتحانكم السنة دي إن شاء الله. خلاص؟ تمام زي الفل. يبقى أنت كده حبيب قلبي خدت الزيرو تايب. تاني نقول بقى ملخص الزيرو تايب. أنت لما تيجي تراجعها بعد بعد صياحي ده كله انت هتراجعها في ثانيتين. تعالي نعد. الزيرو اس واس حقيقة وعادة. خلصت؟ انت راجعت. انت بتكتب ورايا، طالب محترم بيكتب ورايا وعامل ملخص. هو ده انت راجعت. انت كده راجعت. حصة هتبقى ساعتين، انت هتراجعها في الاخر في 10 دقايق وهتفضل فاكر الكلام اللي انا بقوله. يبقى انا كتر خيري ولا انا ايه؟ كتر خيري. الحمد لله. الحمد لله. يس. يلا ندخل على الفيرست كونديشنال او تايب 1. هكتب تايب 1. يلا هجيب انا هنا، استنى بس، انا هنا ينفع اشيل اف دي واحط مكانها كلمه اسمها when فقط لا غير. ما ينفعش اي حاجه تانية غيرها. خلاص؟ اوكي. اللي جاي اللي بعده بقى ايه يا عينيا؟ اللي بعده حاجات جميله جدا. بيقول لك اف اهي وبعدين فاعل اهو وبعدين present simple اهو. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ خلاص؟ وبعدين هنا فاعل وبعدين will او كان او may والانفينيتيف. طب هل ينفع should؟ هل ينفع must؟ لو انت بتتكلم، لو انت بتنصح حد، يعني if you want to succeed، لو انت عايزه تنجحي you should study hard. هي طب ينفع ده يبقى اي present تاني؟ ممكن يبقى present perfect عادي. ما تقفلش دماغك معايا يعني، وسع كده دماغك ومشي الدنيا
وافهم الدنيا الاحداث عشان تعرف انت ماشي الدنيا ازاي. خلاص تمام. يبقى ده رقم تايب 1 اس ويل. اس ويل تايب 1 اس ويل. اس ويل احتمال. اس ويل احتمال الحاجه دي تحصل في المستقبل، او في امكانيه ان الحاجه دي تحصل في المستقبل. يعني اجي اقول لك بقى ايه، if علي studies hard ان شاء الله باذن الله he may او can، خليها he can، ان هو يقدر succeed. صعبه سهله جميله جدا ممتازه ما فيهاش اي مشاكل خالص. طب تركز معايا في نقطه، تركز معايا في نقطه مهمه جدا جدا. ايه هي؟ تعالى بص حبيب قلبي، انا هنا قلت if علي studies صح كده، جبت دي ايه؟ اس معاها كان والمصدر او will والمصدر او may والمصدر. اس will تايب 1 اس will تايب 1 اس will. ينفع اشيل اف هنا؟ يلا بقى ناخد اوميشن بقى، حذف بقى، ده اللي جالكم في النموذج. نشيل اف من هنا ونحط مكانها should، بس بشرط ان should دي تنكه. قالت لك ولا انت هتاخدني وتحطني كده في اول الجمله؟ قال لك هعيشك برنسيسه. قالت له اوكي خلاص يبقى ما تصاحبش. ما صاحبش ازاي؟ ما تصاحبش. طب دي زميلتي في بنات مفيش. فراحت قالت لك شوت بقى، هات لي بعدي فاعل اهو، وبعدين الفعل في الانفينيتيف في المصدر، ما تجيبش بعدي اي حاجه تانية يا عينيا. وراحت عملت له كده، راح هو قال لها من عينيا. الواد علي قال لها ايه؟ من عينيا. وراح قال لك شود علي study ولا studies؟ study. انتي عايزه تقولي studies. هي البت شود عايزه studies؟ لا، البت شود ب100 راجل كده، بت كده. قالت لك لا، شود فاعل والمصدر. بذمتك لو جات لكم في الامتحان حد هيقتنع ان هي شود فاعل والمصدر؟ لا، كله هيختار مع علي studies. تمام؟ يبقى تاني في تايب 1 شود فاعل والمصدر 1، شود فاعل والمصدر 1، شود فاعل والمصدر. صعبة؟ لا، سهلة مفيهاش اي مشاكل زي الفل. اروح رزعاكي سؤال بقى من اللي هو ايه، من اللي هو بيجي في ثانوية عامة ده. ليه ده اللي بيجي في ثانوية عامة؟ معرفش. يعني انت بتسيب القاعدة كلها وبتروح جايب بقى من الحاجات اللي ما بين السطور، اللي هي نوتس اصلا بتوع تانية ثانوي بيدخلوا الامتحان بينسوها. لا، انت هتجيبها لتالتة. ربنا يصبرني عليكم يا رب. وفي الاخر مش عايزيننا نغني. الحقي بعد كل ده اللي انا بقوله ده، مش عايزيننا نغني. الطلبه مهزأه اصلا ما بتحفظش، والاكابر المدرسين مش عايزيننا نغني. لا يا حبيبي، انا هغني، انا وطلبتي، وهنغني وهنسقف كمان، وهخلي الرجاله ترقص. البنات لا، في بيتكم وانت مشغل الحصه في بيتكم. انما الولاد عادي في اي حته رقصوا براحتكم. يعني انا هرقص على شوت فاعل والمصدر اغنيه الموسم. انا خايفه يعملوا لي اغنيه شعبي. والله العظيم هتبقى مسخره. يلا بقى سؤال جامد جدا جدا جدا. ايه هو السؤال؟ تعالى بص يا سيدي، بيقول لك ايه؟ if you water these plants they not. ده سؤال خطير. grow ولا will grow؟ سؤال خطير. grow طبعا. انت بتبصر بالعشرة ان هي ايه؟ grow. صح؟ غلط. ما انا حقيقة صح؟ حقيقة والله حقيقة. فانا اجي اروح قايله لك ايه؟ بص حبيبة قلب مامي، لما يجي لا استني ما اجيب اي فرشة هنا حلوة. وريني. ما اقول لك ايه؟ حلو
بص حبيبه قلبي، هي دي ايه؟ حقيقه صح؟ فالمفروض الحقيقه هنا اس وهنا اس، فهنا يو ما بتاخدش اس، ووتر هنا مش معناها ميه، ووتر هنا معناه يروي. خلاص؟ وذي ما بتاخدش اس، فانا طبيعي هختار جرو. راح الميس قالت لي لا غلط. ليه حبيبي؟ لان هنا ويل جرو ده لو جه في ثانويه عامه هيوقف مصر كلها هتتجنن. ايوه فاكراها منين؟ من تانية. والله ما قلتها السنه دي، والله ما قلتها لتالتة السنه دي، هي فاكراها من تانية. ليه؟ عشان نطبلنا. يلا نطبل. يلا. لو حدد الحقيقة، برافو عليكي. هنروح هناخد بعضنا كده شلة كلنا، ناخد بعضنا كده كلنا ونروح فين؟ ل type 1. فأنا مجرد ما أقولها أنا هقولها لتالتة، بس هقولها في المراجعات. خلاص؟ لأن بعض المعلومات إن زي ما قلت لكم مخلصين المنهج كله، بس في بعض المعلومات مستنية في المراجعات هزودها برضو، لأن مش يعني ما تقنعنيش إن سنة أنا هدرس فيها منهج 3 سنين كامل مع ابتدائي الحاجات التريكي برضو مع كده أكيد كتير عليهم، فأنا في حاجات مأجلها للمراجعات. فأنا بقى دي طالبة لسه ما حضرتش المراجعات، أنا لسه ما راجعتش، فهي فاكره المعلومه دي منين؟ من تانية ثانوي يا مهزأ يا اللي ما بتذاكرش في تانية ثانوي. انا بقول لك ذاكر في تانية ثانوي علشان تريح نفسك في السنه اللي جايه. دي هتبقى بالنسبه لها في المراجعه معلومه تقيله بتاخدها زياده، ولا هي بتنجوي؟ يا رب كلكم تنجوي وتركزوا معايا علشان انا خلقي بقى ضيق وهسيب هذه المهنه قريبا. اول ما تلاقيني كده تم فتح الحجز بأعداد محدودة، اعمل على أعداد محدودة دي، الحق نفسك، هتلاقي ربع ساعة والحجز اتقفل. والله أنا مجنونة أصلا. يلا بقى نشوف إيه اللي عندنا. هنغنيها إزاي؟ لو حدد الحقيقة هنروح لتايب 1. لو حدد الحقيقة هنروح لتايب 1. يا ميس انتي رغيتي كتير قوي في السؤال ده وانا مش فاهم. بالراحه. هو انا بقول لك لو سقيت الزرع عموما ولا لو سقيت الزرع ده؟ قلت لك لو سقيت انهي زرع؟ الزرع ده. يبقى في الحاله دي انا بتكلم عن جمع عن حقيقه مطلقه ولا بتكلم عن حقيقه محدده؟ بتكلم عن حقيقه محدده. في هذه الحاله اسمها حقيقه محدده. اول ما بيزود لها عايز تبصمج بصمج، في مدرسين هتبصمجها لك وانت مبصمج اصلا، في طلبه قاعده قدامي مبصمجه. قالت لك اول ما تلاقي these او those او that او this وبعدها قبلها حقيقه وبعدها بقى ايا كان، هنا جمع وده مفرد، تروح عارف دي ان ده معناها حقيقه محدده، فساعتها اختار will والمصدر. لو حدد الحقيقة هنروح لتايب 1. لو حدد الحقيقة هنروح لتايب 1. ناخد بعضنا كلنا ونروح رايحين مهوتين بعضنا رايحين عند مين؟ عند تايب 1 اللي هو فيه will والمصدر أو كان والمصدر أو may والمصدر. في أي مشكلة يا عينيا؟ لا مفيش مشاكل، ربنا ما يجيب مشاكل أبدا يا ميس، والله العظيم احنا مش زعلانين. انت مالك داخله زعلان علينا كده ليه؟ أنا مش زعلانة عليك ولا حاجة، أنا متنرفزة ومتعصبة بالذات من تانية ثانوي، مش طايقاهم أصلا. يلا كده خلصنا الزيرو كونديشنال والفيرست كونديشنال. السكند دي ايه؟ دي تركز لي فيها عشان دي الايه؟ الثعبانيه في الموضوع. ليه بقى الثعبانيه؟ بص يا بنت يا بوبي، بيقول لك كده ايه؟ السكند او تايب 2. تايب 2 خلاص. رحت قايله لك هنا ايه؟ فهي وبعدها فاعله وبعدين هنا past simple وبعدين هنا فاعل would أو could أو might والinfinitive المصدر. would أو could أو might والمصدر. would أو could أو might والمصدر. تمام. بص بقى الباست سيمبل ده اللي هو إيه؟ اللي هو التصريف التاني للفعل، وفي أفعال حفظ، في أفعال عادية بتحط لها دي أو ED أو IED، أو في أفعال الريجولار بتكون حفظ.
زي ايه؟ زي go went، زي eat ate، وهكذا. خلاص زي الفل. تمام. طب ايه كمان؟ مفيش حاجة تانية. type 2 ده بقى خلي بالك علشان هو ما بيتكلمش عن حاجة في الماضي. يعني انت بتجيب ماضي بس هو ما بيتكلمش عن الماضي. يعني ايه؟ بص بقى، بقول لك if I had a car I would travel. If I had a car I would travel. بص بقى، had دي مش had والتالت مبدئيا. امال دي ايه؟ دي had اللي هي التصريف التاني، عشان احنا عندنا فعل اسمه verb to have. يعني احنا عندنا verb to have ده هنكتبهم هنا، و verb to be. خلاص. verb to have الانفينيتيف بتاعهم have، المصدر have. infinitive اهو، المصدر بتاعهم have. المضارع have او has. طب امتى has؟ مش has فيها s، يبقى مع he و she و it واي حاجه مفرد. التصريف التاني بتاعهم had، التصريف التالت بتاعهم had برضه. تمام كده؟ تمام. ننزل تحت الفيرب to be. verb to be الانفينيتيف بتاعه المصدر بتاعه be، المضارع بتاعه المضارع البسيط am او is او are. الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني was او were. التصريف الثالث بتاعه been. ده معناه ايه؟ يكون. ده معناه ايه؟ يمتلك. تمام؟ تمام؟ تمام زي الفل. حلو جدا 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 جدا. طيب عندنا ايه تاني؟ مهم جدا لطلبة المنصة. طلبة المنصة أنا افتكرت دلوقتي، انتوا عندكم الأسبوع اللي جاي هيبقى فيه هتاخدوا يونت 11 بارت 1، وهتاخدوا امتحان شامل على يونت 7 و8 و9 و10، لأن هينزل لكم في المراجعة فيديو لوحده كده في يونت 10 اللي هو كان مشروح أصلا في الحصة. فأنت بتراجع في المراجعة 4 يونتس مش 3 بس. طب ليه على اليوتيوب نزلنا 3 بس؟ على اليوتيوب نزلنا 3، هننزل 3 وهننزل الثلاثة التانيين في الآخر برضه، بحيث إن يبقى المنهج كله عندك موجود برضه على اليوتيوب. خلاص؟ تمام فهمتوا الحتة دي؟ طب يعني إيه يا ميس if I had a car I would travel؟ That mean I don't have a car now. That mean يعني لما أنا أجي أقول لك if I had a car I would travel، يبقى ده معناه ان انا دلوقتي I don't have a car، يعني انا مش عندي عربية. لما اجي اقول لك if I were tall I would play basketball، ده معناه ان انا دلوقتي مش طويل، انا قصير. لما اجي اقول لك if I studied I would pass، ده معناه ان انا ما ذاكرتش امتى؟ دلوقتي. انا دلوقتي انا دلوقتي الفعل ده مش، بص بقى هقول لك كده، مش معايا دلوقتي. الجملة مش ماضي خالص. الجملة مش ايه؟ مش ماضي. هكتب الجملة دي فوق علشان اعرف احذف. مش معايا دلوقتي. يعني لما اجي اقول لك if I were a doctor I would help you. I'm a doctor? No, I'm not a doctor. I'm a teacher. خلاص؟ فتعالى بقى نكمل. انا عايزه اشيل اف دي، احط مكانها كلمه تانية. اشيلها واحط مكانها ايه؟ جه قال لي بقى فاكرين بنت شود التنكه؟ قال لك ينفع هنا شود، هنا شود هيجي بعدها ايه؟ فاعل، وبعدين الفيرب فيه الانفينيتيف. خلاص؟ وينفع حاجه تانية، وينفع where فاعل واجيب بعدها to والمصدر. يعني الجملة هتبقى should I have a car و should I were I to have a car، الاتنين صح.
خلاص؟ تمام؟ تمام. اروح انا بقى كاتبالك سؤالين هنا. اروح قايله لك ايه؟ نقط برضو ممكن يجوا فين؟ في ثانويه عامه. I a doctor. I would help people. خلاص؟ وهنا هحط had وهحط where وهحط if كمان. وتحت هقول لك نقط I a car. I would travel. وبرضو نفس الاختيارات had where if. سؤال مش سالك، سؤال سهل جدا سهل جدا. عايزه ترجعي، عايزه تحلي الجمله صح، هسألك سؤال ينفع if؟ لا، مع ان ينفع اجيب بعد if ايه؟ مثلا تصريف ثالث. يعني if money is needed if money is needed ينفع اقول if needed على طول، يبقى money كذا. ينفع اقول if والتصريف الثالث على طول. ما علينا من دي عشان ادفانسد قوي ومش عندنا اصلا. عايزه بقى انا احل السؤالين دول. عايزه تحليهم صح، اعملي مقص. يلا نعمل مقص. هتبقى I نقط a car. I would try. I would هتبقي هنا هتختاري ايه؟ had. صح كده؟ يبقى في السؤال هنا انا هحط ايه هنا مكان if؟ طب فوق يلا نعمل مقص. I نقط a doctor. where. فهمتي؟ يبقى انا لازم اكون فاهم عشان اعرف احل. يعني هو ينفع where وهاد في تايب 2 تيجي هي بدل where فاعل to المصدر ينفع يجي where فاعل واسم او صفه على حسب صفه. لو انا كنت شاطر دلوقتي كنت نجحت، ده معناه ان انا دلوقتي مش شاطر. if I were clever. طب لو حطيت where في الاول هتبقى were I clever على طول. تمام بسيطة سهلة جميلة جدا جدا جدا. ده كده خدنا type 2 أو السكند conditional. إيه كمان؟ الثيرد بقى conditional أو type 3 أهي. type 3 بقى بص معايا، بجيب if أهو أو الثيرد conditional ماشي، وبعدين بجيب فاعل subject، وبعدين بجيب had والتصريف الثالث. طبعا لو هنا object هتبقى had been والتالت عشان بس نبقى فاهمين كده. وبعدين هنا فاعل would أو could أو might will have والتصريف الثالث. تمام؟ had والتالت would have والتالت، had والتالت would have والتالت، would have والتالت had والتالت. ودي اقدر احفظها بقى، دي بتعبر عن ماضي ندم، انا ندمان ان الحاجه دي ما حصلتش. مش لو كنت ذاكرت دلوقتي كان زماني نجحت، لو كنت ذاكرت معناه ان انت ما ذاكرتش. you didn't study in the past. في الماضي انت ما ذاكرتش. خلاص؟ يبقى لو لقيت had والتالت اروح اختار would have والتالت، لو لقيت would have والتالت اروح اختار had والتالت. تمام دي سهله جدا جدا جدا. اهو اقول لك if I had studied I would have passed. خلاص؟ ينفع اشيل if؟ هشيل if واحط مكانها had. هشيل if اهي واحط مكانها ايه؟ هعمل مقص كده، هتبقى ايه؟ had فاعل والتصريف الثالث هتبقى had I studied. صعبة؟ لا. فيها اي مشاكل؟ لا. تيجوا ناخد سؤال. يلا. if I
بلاش not I had enough money I would have bought a car. Not I had enough money I would have bought a car. خلاص؟ خلي بالكم احنا في الاف conditionals اصلا بنحدد الجمله حلها منين من الجمله الكامله. يعني الجمله اللي كامله هي اللي بتحدد انا في الفيرست ولا في السكند ولا في الثيرد ولا في الزيرو. تمام كده؟ تمام. فانا كده بقى عندي اختيارات if had where should. هتعمليها ايه؟ had ليه؟ if و should مستبعدين ليه؟ المفروض اللي يستبعد should و where مستبعدين. اتبقى عندي ايه؟ if و had. اروح للجمله الكامله هي ايه دي؟ would وبعدين التصريف بس صح زي الفل. يبقى هو ده تايب انهي؟ انا اروح ماسكه كده اروح قايله ده تايب كام؟ 3 صح كده؟ فاروح فاكره هو هنا عايز ايه؟ had والايه؟ لو لقيت هاد والتالت اروح اختار would have والتالت. طب لو لقيت would have والتالت اروح اختار هاد والتالت. في هنا هاد هو ده تالت؟ يبقى ده التصريف التالت اصلا بتاع كلمه ايه؟ اللي هو معناه يمتلك اللي احنا خدناه في اول الحصه. فاكره؟ اهو اهو اهو. فهمتي كده؟ طب هنا بقى يبقى هنا هختار هاد. اصل الجمله كان ايه؟ بصي اصل الجمله if I had enough money I would have bought a car. فبقت دي ايه؟ had الهيلبنج فيرب بتاع الباست بيرفكت الماضي التام، ودي had اللي هي التصريف التالت. تمام كده؟ تمام. حلو السؤال حلو السؤال. احنا عمالين ناخد ايه؟ كل التريكات في قلب الزمن بحيث ان انت ما تحسش، يعني تبقى بتاخد قديم مع جديد. انا دي مراجعتي وده شغلي، ده شغلي كله 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 كله. ما تجيش تحضر معايا حصه واحده وبعدين تيجي تقولي لا ده الميس في حاجات ما قالتهاش. لا، انا بقول كل حاجه بالترتيب مظبوطه بالظبط في الوقت اللي انت هتقدر تستوعبه. مش على الله كده، مش يلا بقى هي بالمعلومات بالكوم، لا، بترتيب المعلومات بازاي افتكر، بان انا لما افتكر ابقى انا ما بغلطش. تمام كده؟ تمام. سؤال تاني. نقط I لا if I had written works. خلاص؟ I not would do it first, would have done. أقول لك على حاجة، توقعات 2026 ثانوية عامة، توقعات 2026 ثانوية عامة هيجي في الامتحان السؤال ده. تيرارارا تيرارارا تيرارارا. ها think fast ها. انت عارفة اقول لك تخلصي ازاي من السؤال ده؟ تترجمي. لو ترجمتي وحسيتي بحاجة غلط اعرفي ان في معلومة هو جايبها. هو جايب كم معلومة؟ 2 ضارب 2 في الخلاط. خلاص تمام. يبقى انا هنا انا هفكر انا هعمل ايه عشان اعرف اهرب.
هترجم. يلا، لو انا had written كتبت اعمال، في حاجه اسمها لو انا كتبت اعمال انا هعملها الاول؟ لا صح. يبقى ايه؟ يبقى هنا في فكره. يبقى من الاخر تلاقيني انا طول السنه انا مجنونه اقول لك ما بصمكش ما بصمكش ما بصمكش، لازم ايه؟ تترجم. انا من اول السنه يا ميس. طب ما هي سهله يا ميس، ونكتب السبب ونموتاهم، قول لثالثه ثانوي دول هرساهم. والله العظيم صعبانين عليا شويه منهم، شويه في شويه تانية هي اصلا يعني هي المعلومه اللي هنا هي مش عارفاها، مع ان هي عندهم في المنهج. عندكم في المنهج حبيبه قلبي حاجه اسمها صفه مركبه، فاكراها؟ اللي هي ING يوصف فاعل تصريف ثالث لو مفعول، صح كده؟ تمام. فأنا هنا كلمة written works دي، هل ده تصريف ثالث ولا دي صفة؟ يا شيخة شفتي المعلومة؟ حلوة جدا، تحفة. ما عشان كده بقول عليها سنة كام دي؟ 26 اهو. فانت بقى يجي لك السؤال اهو، يلا وريني دي على بعض. if I had written works، لو انا عندي اعمال عايزه تتكتب، اعمال كتابيه. وخلي بالك work لا تجمع بمعنى عمل، هنا دي معناها اعمال ادبيه او كتب او اي حاجه من الحاجات اللي هي ايه المكتوبه دي، انما كلمه work عمل لا تجمع. خلاص؟ فايه if I had written works يبقى اتحولت had هنا من had والتصريف الثالث لهاد بتاعه التصريف. يبقى انا هختار would do ولا would have done؟ would do. فهمتي؟ سؤال موت موت موت، جميل قمر. انزله لكم وش، امال ايه؟ جيبه لكم في امتحان شامل كمان. احبهم قوي. لازم، اصل هقول لكم على حاجه، لو ما جاش في امتحان شامل وانا قعدت هاتي فيه في الحصه هو بتسيبوني هو والله. مش انت جميله مؤدبه، انما في طلبه تانية عره عايزه الضرب على دماغها، طلبه مهزأه بتسيبني هوهو، بتعاملني معامله الهوهو. يرضيكوا؟ والله ما يرضيكوا ولا يرضيني ولا يرضي حد ابدا، مع ان اللي انا بقوله هيجي في الامتحان والنماذج الاسترشاديه تشهد على هذا. بس لا، احنا هنقعد هوهو. امتى بقى هنركزوا زي هم بقى اللي هيبقوا هوهو ليله الامتحان الادوار هتنعكس، انا اللي هعملهم معامله الكلاب ساعتها عشان ما قدامهمش وقت تاني. فده سؤال مهم جدا. يلا نكتب سؤال تاني عليه بنفس الفكره. نفس الفكره اهو. سؤال توقعات ثانوية عامة 2026 هيجي في امتحان السنة دي 26. اللهم بلغت اللهم فاشهد. دي ينفع تتقص كده وتنزلوها لنا بقى لوحدها. يلا if I had used clothes، لو أنا عندي هدوء، لو أنا مش هقول I not it to charity، يعني هتبرع بيها لجمعية خيرية. بالراحة بقى، ايه اللي هينجيني في السؤال ده؟ ان انا ابصمج؟ لا، اني ايه؟ اترجم. حبايب قلبي والله 3/4 الجرامر اللي هينجيك الترجمة. لو ترجمت هتعرف تختار وتعمل براحتي. يا ميس ما بعرفش اترجم، يبقى احفظ كلمات جديدة وكلمات من الاسئلة وانت بتحل. ما تقعدش تجيب لي قاموس وتقعد تحفظ كلمات قديمه، ولا تعمل بقول لك ايه يا صاحبي، ما تديني كده كلمات قديمه اقعد احفظها. لا، حل واحفظ وانت بتحل الاثنين، احفظ وحل الاثنين،
علشان هو لازم 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 الفتره دي تكون بتحل كتير. فبص بقى، انا عشان في طلبه بصمجيه قالت لك ده ايه هاد وده ايه تصريف ثالث، فالميس ما حفظهم. لو لقيت هاد والثالث اروح اختار وذهب والله ما حفظتهم. والله العظيم يا رب يشهد عليا ربنا في كل كلمه بقولها لكم، والله العظيم اي حاجه بنغنيها وبنحفظها بكون مفهماها بدل المره 10 و2 و3 ومليون، وبكل الطرق انجلش وعربي، ونغني وفي الملخص بنغني علشان تفضل المعلومه ثابته. فهنا انا الطلبه اللي هتختار would have والتالت ده غلط تماما. طب اما المفروض هختار ايه بالراحه؟ if I had used class، لو انا عندي هي ايه الكلمه دي؟ هي دي اسمها ايه؟ انت دارسها يا طالب يا بتاع ثالثه ثانوي، اسمها صفه مركبه. يعني ايه صفه مركبه؟ يعني يروح جايب لي اسم كده وتصريف ثالث، ظرف وتصريف ثالث، حال وتصريف ثالث، مش عارف ايه، او اي ان جي طبعا، وعارفين الفرق ما بين الاي ان جي والتصريف الثالث. التصريف الثالث لو مفعول هو الكلاس، الهدوم هي اللي بتستخدم، يبقى عشان كده اختار معاها used class. ماشي؟ فاحنا بقى الهدوم المستعمله يبقى دي اسمها صفه كلها كده، يبقى ده معناه ان ده تصريف ايه؟ تاني. يبقى في التصريف التاني هنا المفروض بختار ايه؟ would، donate، would والمصدر. امتحان 26 السنه دي. قلت انا اللي بتوع تانية ثانوي في المراجعه اللي فاتت دي، لو انت امتحان ثالثه ثانوي بتاع السنه دي مسكت ورقه الامتحان وعرفت تحل فيه حاجات كتيره وحاسس ان الدنيا معاك، مش يعني لو انت طالب مذاكر مش تيجي طالب عره مهزأ ما كنتش بتحضر او كنت بتحضر وما بتذاكرش. دي جديده عليا، دي جديده عليا، جديده. طالب يقعد قدامي عايز ما يفهمش اصلا، هو قافل دماغه ان هو يفهم، ولما امسكه اشده ليا وانزل وداديه معلش يا ميس ممكن ادخل الحمام؟ طب ما انت اما تدخل الحمام في حاجات هتفوتك مش هتفهم. لا معلش بعد حمامه ميس والله اقسم بالله يا ربي. انت عارفه ان انا طردت طالب الاسبوع اللي فات، امه بعتت لي تزعق لي، طردته واديته الفلوس وعملت له بلوك من على السيستم. امه بعتت لي تزعق لي. انا هو انا ليه بصيح؟ انا بصيح لكم انتوا كمان. لو مش عاجبك صياحي مش يسيبني، انا صيوحه، انا في وسط الحصص بحب اصيح. امه زعقت لي، اقسم بالله زعقت لي. قلت لها انتي زعلانه عشان روحت ابنك مره واديته الفلوس وهو بيحضر كل مره وبيدفع لي الفلوس، وانا كل مره ببقى عارفه ان هو ما فهمش حاجه والله. ولما شدوا ليا وقعدوا جنبي، قلت لها كده وقعدوا جنبي ومصممه ان انا افهمه، يروح خارج رايح الحمام. مرتين ثلاثه بقى عنده اسهال، جاله اسهال في الحصه. يا اخوانا يا رب. وزعلانين ان انا متضايقه، انا مش طايقاكم، انا مش طايقه الدفعه دي، انا مستنيه شهر 7 بفارغ الصبر. تمام؟ عشان بس زقوا معايا الحصه عشان يعني سيبوني اصيح، سيبوني ارجوك اصيح. اصل انا قريبه، الفرق بيني وبين اي مدرس تاني ان انا جوه الطلبه، فانا شايفاهم، فانا شايفه ان هم من جوه ابيض، فده مزعلني وبحاول اغير ما بيتغيروش. انما انا كل السنين اللي عدت عليا في حياتي اقسم بالله ما في طالب عدى عليا ما اتغيرش، بقسم ما في طالب واحد عدى عليا ما اتغيرش. السنه دي لا. امتحان 2026، يلا ناخد سؤال كمان، فاللي هو طب انا مالي طيب، انا قاعده اتشتم وانا قاعد انتوا قمر والله العظيم. انا لما بتكلم كده مش كلكم والله العظيم، في طلبه، ده في طلبه جميله قوي قوي قوي، هم دول اللي موقفيني اقسم بربي والله. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم والله العظيم، بدعي لكم كل يوم، بدعي لكم
يعني بمسك كده اقعد كده في وسط الادعيه اللي انا بدعيها وادعي لكل الطلبه اللي بتحاول واللي بتجتهد واللي ضعيفه وعايزه تبقى، وبتبعت لي مسجات ويا ميس انا ما بداتش واتفرجت على الحصه وعملت. والله العظيم انتوا في معيه الله ان شاء الله باذنك انت يا رب. يعني ايه هي نقط every مثلا thing. بص بقى السؤال ده جميل قوي برضه. if he read the news مثلا he would know will know. وريني انت عماله وبعدين فيها الست جي وبعدين فيكي يا ساتي انتي. will know عادي، زيك زي مصر كلها، زيك. سؤال ما هو ايه بقى؟ ما هو ده صح؟ اللعبة في النص الكامل. هو دي ماضي ولا مضارع؟ هتعرفي منين؟ من هي. ما هو احنا عندنا read او read خلاص. الثلاث تصريفات واحد زي cut ما هو الثلاث تصريفات واحد، فنركز بقى على الثلاث تصريفات واحد دول نخلي بالنا منهم. تمام؟ لان هنا دي مضارع وانفينيتيف. طب لو مضارع وفيرب باس يبقى reads وcuts. طب هنا دي ماضي، هنا دي تصريف ثالث، الثلاث تصريفات واحده. يبقى انا اعرف منين زمن الجمله دي؟ من الفاعل اللي قبلها. الفاعل ده ايه؟ ينفع يبقى من غير اس؟ ده عايز ايه؟ يبقى ده مضارع ولا ماضي؟ يبقى تنفع يبقى would know. سؤال برضو حلو جدا جدا. – 2026 ثانوية عامة، هي البنت طلعت من هدومها قالت لك هي دي 2026. يا ستي بقى يا ست. لا بس مش ده اللي قوي. مين اللي قوي؟ اهو. ليه؟ قاعدتين في سؤال واحد. وقاعدة الامتحان من المنهج ولا مش من؟ يا ظلمة ظالمين الوزارة، انتوا ظالمين. المنهج اهو، المنهج اهو يا شيخة. اتقي الله يا مدرسين، اتقينا الله، اتقي انت الله بقى وذاكر. خلاص تمام. حاسه ان الحصه هتبهوأ مني. ايه في جزء الايه؟ حلو ده. لازم نركز في الجمله الكامله. حلوه يا دودو، حلو اهو. لازم نركز في الجزء ده، هو ده حل الجمله دي. ماشي كده. خلصنا اف. خلصنا، بس ناقص لنا حاجه. تعالى بقى نشوف ناقص لنا ايه. ناقص لنا يا سيدي، بص معايا. انا كده شرحت الكونديشنالز كلها بالاوميشن، بالحذف. خلاص باقي لي بقى ايه؟ كلمه بتساوي اف، اسمها بتساوي اف نوت. كلمه اسمها unless دي بعدها فاعل وفعل. خلاص بتساوي اف نوت. يعني مثلا بتساوي اف نوت، يعني عايزه اقول unless اللي انا كاتبه ده، unless you study. معناها ايه دي؟ لو ذاكرت ولا لو ما ذاكرتش؟ لو ما ذاكرتش. بتساوي if you don't study. تمام. طب كمل يا استاذ ادم. علم على اللي انت هتقولي عليه. خلاص. طب في حاجه تانية اسمها in case
وin case of معناهم الأصلي في حالة بيساووا if، بس معناهم الأصلي في حالة. يعني مثلا هقول لو حريقة ولا في حالة الحريقة، يبقى عشان بس ايه تبقى في السؤال انت فاهم انت بتعمل ايه. كل ده هتقابلوه في الأسئلة اللي انتوا بتحلوها وانت بتحل. خلاص؟ فإن كيس دي بيجي بعدها فاعل وبعدين فعل، انما in case of بيجي بعدها verb في ing. يعني مثلا هقول in case في حالة you study. طب هنا هقول ايه؟ هقول in case of studying. تمام؟ سهلة بسيطة ان شاء الله، جميلة جدا جدا. طب تعالى نكمل حاجة مهمة عندي بقى، المهم قوي 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 ده، ومهم الثانوية عامة. كلمة اسمها without، وكلمة اسمها but for، وكلمة اسمها if it were not for. يا بنتي انت حضرتي اخر حاجة حضرتيها معايا ايه في تالتة؟ يونت كام؟ يونت 10. ممكن توريني النوتس اللي انت كتبتيها في يونت 10؟ without و but for و if it were not for بيجي بعدهم هنا verb في ing. خلاص؟ وبعدين هنا يجي فاعل واكمل الجملة هنا على حسب بقى. without و but for بتيجي في ال 3 conditional بتاعت if، يعني يجي معاها would والمصدر، would have والتالت، يجي معاها will والمصدر. انما دي بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها ايه؟ دي بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها would والمصدر بس. خلاص؟ والمصدر. وريني يا بنتي الملحوظة اللي انا قلت لكم هتيجي في امتحان السنة دي، صح؟ اهي ملحوظة اهي. انتوا مش شايفين، انتوا مش عايزين تشوف. في طلبة تقول لك يا ميس انجزي، مش عايزين. ولا انت اول ما تقول انجزي دي اقفل الفيديو وامشي امشي من عندي اصلا. بص هنا without but for if it were not for، ماشي؟ بعدها ing فاعل. انا ما قلت لهمش دي بقى اللي هتيجي، مش دي اللي عندهم بقى في الريدنج، لا هم مش عندهم دي. هل عندهم ده في المنهج اصلا؟ لا، ده عندهم في الريدنج بقى، واحنا بنقرا ريدنج قلنا دي المعلومات اللي احنا بنقولها في الريدنج اهي، دي معلومات الريدنج. ماشي؟ فتعالوا كده نكمل. خدنا بعدها ايه دي؟ being والتصريف الثالث. لو الكلام ايه؟ باسيف مفعول. ده جايبها في الريدنج كده سؤال خبيث، قلت لهم بصوا السؤال الخبيث ده ممكن يجي في امتحان ثانويه عامه سؤال خبيث عادي جدا. فركز الله يسترك. طب دي واخدينها فين اصلا؟ هم ثالثه ثانوي، انتوا واخدينها فين اصلا؟ واخدينها في ثانيه ثانوي. هو يا مهزأ، ما انت قاعد تذاكر، اللي بتقول لي انجزي انت قاعد تذاكر. فلما بتذاكر بتبقى بني ادم محترم، في سنه ثالثه ثانوي بتبقى بني ادم محترم لما بتذاكر في ثانيه. تمام. يبقى without و but for و if it were not for دول معناهم ايه؟ معناهم بدون. خلاص؟ فيجي يقول لك ايه اهو، مثلا without water، من غير الايه؟ الميه. we will die، احنا هنموت. من غير الميه احنا هنموت. والله العظيم في ناس بالنسبه لها without the internet والله life will be difficult، الحياه تبقى صعبه جدا، الحياه تبقى جميله جدا جدا جدا، ولا حد يشوفني ولا اشوف حد ولا اي حاجه خالص. خلاص؟ تمام. طب انا اروح رازعاك سؤال بقى، اروح قايله لك انا the internet life would have been difficult if it were not for, if it had not been
4. If it were not fair, if it were not for, if it hadn't been for, if it were not for, if it hadn't been for. معناهم ايه الاتنين دول؟ معناهم بدون. طب يا ميس يا لهوي ميس الفرق. هنبص بحبك، تعالي هاتي حضن، بحبك، الله يسترك، الله ربنا يحبك يا رب. بس قالت لك هنبص على نص الجملة التانية. نص الجملة التانية يا ميس في would have والتصريف التالت. احنا مش بصمجية هنبصمج. انتي قلت لنا هنا without و but for و if it were not for بس معناهم بدون. هنا would والمصدر. طيب ماشي، طب ما دي معناها بدون برضو يا ميس. هنا دي would have والتصريف التالت. ينفع يا ميس اختار هنا تصريف تاني؟ لا يا ميس، يبقى مش هختار if it were not for، هختار if it hadn't been for. مش عارفه بيمنتجوا حاجه خلاص صعبه فيها مشكله، سهله وبسيطه، محتاجه بس ان انا ايه اركز وافهم وانا افهم انا بحل ايه. طبعا هو اول يونت هو اللي هيبقى اصعب يونت، يعني الهري ده كله في اول يونت. التو يونتس اللي جايين سهلين جدا، واللي انا هشرحه لك هنا يا طالب اذا كنت طالب منصه، اللي انا هشرحه لك هنا اللي في المنهج بس. طبعا عشان انت حضرت عندي يونت 8 وكان كتير شويه، ويونت 9 كان كتير شويه، علشان انت عارف ان انا بزود في منهج السنه دي حاجات زياده علشان لما تتكرر لك في ثالثه تبقى انت ايه عمال تقلب. فاهمين؟ انا براقم كده. انما بتاع اليوتيوب انت حبيب قلبي انت عايز فيديو تتفرج عليه ساعه ساعه ونص وتدخل تقفل وتيجي. حبيب قلبي انا عارفه انت عايز ايه، فانا هنزل لك اللي انت عايزه. المنهج بس، دي مراجعه على المنهج فقط. طب انا عايز بقى المنهج وزياده على المنهج والكلام ده على المنصه هناك بقى عندها هناك. خلاص تمام. يبقى كده تم بحمد الله ان احنا خلصنا اليونت ده. باقي لي كام كلمه عايزه اقول لك. خلي بالك في كلمه اسمها provided that provided that on condition that provided that on condition that as long as so long as. كل دول بيساووا اف، يعني معناهم في حالة لو ده حصل، بمجرد ما ده يحصل. معانيهم مختلفة بس كلهم بالبلدي بيندرجوا تحت كلمة لو. خلاص. طب في تاني في كلمة اسمها suppose، دي معناها افترض. supposing، imagine، supposing imagine. تاني supposing imagine. التلاتة لوحدهم والتلاتة معاهم that. يعني ايه؟ يعني suppose وsuppose ايه؟ that. supposing وsupposing that. imagine وimagine that. كل دول برضو بيندرجوا بالبلدي تحت بند لو، بس بشرط صغنن ان الجملة التانية بيكون سؤال. يعني مثلا supposing you travel أو you traveled abroad. أنا قاعدة بكلمك كده بقول لك supposing يا آدم you traveled abroad. what would you do؟ هتعمل إيه؟ أنا بسأله بقى، أهو اللي هو بقول له تخيل لو حصل كذا هتعمل إيه؟ النص التاني بيكون سؤال. تمام؟ فيها مشكلة؟ سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. كده يبقى تم بحمد الله وبفضله وبنعمته علينا ان احنا خلصنا يونت 7 الجرامر كله. ندخل على يونت 8. ناخد بقى ميه ونرجع لكم. بص حبيبي، تعالى كده قبل ما نبدا يونت 8 تعالى كده نقول على كام تركه انتوا ممكن تكونوا بتتلخبطوا فيها في كلمتين. عندنا كلمه اسمها confident، وعندنا كلمة تانية اسمها confident.
بالاي وبالاي. خلاص. confident دي شخص، بص بقى، دي شخص واثق من نفسه. يعني ايه؟ علي is confident، يعني علي هو اللي واثق في نفسه. انما لما اجي اقول مثلا سارة is my closest confident friend، معناها ايه؟ معناها سارة دي صاحبتي المقربة اللي انا I tell her everything. I tell her everything معناها هنا ان هي كتومة لأسراري، حافظة أسراري. confident ده شخص واثق من نفسه، انما confident بالاي كاتم الأسرار، كاتم الأسرار. confident كاتم، confident كاتم الأسرار. خلاص؟ تمام؟ تمام. دي معلومة. في معلومة تانية، في كلمة اسمها shy، كلمة اسمها ashamed. shy هو خجول بطبعه. يعني مثلا I feel shy when I speak in front of people. يعني أنا بحس إن أنا خجولة لما بتكلم قدام الناس، بحس إن أنا shy. إنما I made a mistake so I feel ashamed، عشان أنا عملت حاجة غلط. يبقى shy ده خجول بطبعه، إنما ashamed خجول من حاجة وحشة عملها. تمام؟ تمام زي الفل. نكمل كده بقى. هندخل على يونت 8. يلا بينا. دلوقتي احنا هندخل بقى على المودلز، اللي هي المودل فيربس بتاعة الأوبليجيشن أو النسيسيتي، اللي هي بتاعة أنا لازم أعمل الحاجة دي أو مش لازم أعملها قوي بمزاجي. أنا المفروض إن أنا عندي هنا حاجتين صغيرين أنا هشرح كله فيها، كله، لأن الدرس ده كله مش موجود عندكم، يعني في بعض الأجزاء مش موجودة عندكم السنة الجاية، بس هتيجي إن شاء الله زي ما احنا عارفين في الامتحان. فبص بقى، عندي أول حاجة أنا بحب أشرحها قوي، لأن احنا بنبقى get confused بسببها، يعني بنبقى رقم 1 اللي هي كلمة must. فركز معايا كويس قوي في كلمة must كده. must دي أنا بيجي بعدها الverb في الانفينيتيف لو أنا قبلها هنا subject فاعل. طب لو قبلها object مفعول بجيب must وبعدين be وبعدين التصريف التالت. تعالى هقول لك اللي أنا بشرحه، وتعالى هقول لك اللي أنت متعود عليه، لأن الحصة دي قلنا هتنزل على اليوتيوب، ففي طلبة طبعا مش عندي بتتفرج. فبص بقى، اللي انا هشرحه انت هشرحه وبعدين نرجع لمصط اللي كتبناها دي. انا بكتب لك هنا كلمة should، ده شرحي انا. should دي معناها يجب، انا بكتب معاها كلمة must كده وبقول لك كده should و must يجب بمزاجي. يا ميس ده انا واخد must دي قانون. اسمع بس، must دي قانون، قانون، بس خليها على جنب دلوقتي لوحدها. قانون امتى؟ ما هي قانون بس مش بمزاجنا. يبقى تعالى ذاكر زي ما انا بذاكر، وانا هعلمك السؤال التاني ده تحله ازاي. يبقى تاني، should و must يجب بمزاجي، should و must يجب بمزاجي. قبلها فاعل بعدها مصدر، قبلها فاعل بعدها مصدر، قبلها object be والتالت، قبلها object be والتالت. should و must يجب بمزاجي، should و must يجب بمزاجي. خلاص؟ طب انا رحت جايه لك بقى قايله لك have to مش بمزاجي. بص بقى بالراحه،
have to I have no option. انا ما عنديش option، يعني انا ما عنديش اختيار تاني، انا لازم البس يونيفورم وانا رايح المدرسه، لازم البس، ده رول وانا لازم البس يونيفورم. هل بمزاجي البس او ما البسش؟ لا. طب امال ماست بقى؟ هقول لك بس ذاكر زي ما انا بذاكر وانا هعلمك. يبقى تاني should و must يجب بمزاجي، have to مش بمزاجي، have to مش بمزاجي، have to او has to، have to او has to. طبعا has اللي باس مع he وشي وات واي حاجه مفرد. يلا نكتب جمل على كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. بقول لك مثلا علي should study English. هنا اروح كاتبه ايه لو عايزه ابدا بالانجلش؟ English should be studied. لان مش الانجليزي هو اللي بيذاكر، لا مش هو اللي عمل يبقى subject، مش هو اللي عمل يبقى object، لو هو اللي عمل يبقى subject. خلاص تمام. يعني ينفع اقول علي must study؟ ينفع اقول ان الانجليش must be studied؟ خلاص تمام. يبقى should و must يجب بمزاجي، should و must يجب بمزاجي، have to مش بمزاجي، have to مش بمزاجي، قبلها فاعل بعدها مصدر، قبلها object be والتالت، قبلها object be والتالت. طبعا قلنا have to و has to، فتيجي تروحي كاتبالي كده I have to wear a uniform. هل أنا I have any other options؟ لا ما عنديش أي اختيارات تانية. أنا لازم وأنا رايح المدرسة ألبس يونيفورم، لازم. وأنا شغال في بنك أنا لازم وأنا رايح البنك ألبس يونيفورم. وأنا سايق I have to wear a seat belt، لازم وأنا سايق أبقى عامل حزام الأمان. خلاص كده فيها مشكلة؟ لا. فيجي بقى يقول لك بقى طب يا ميس فرق لنا ما بين، اصل must الزام داخلي، must الزام بس الزام داخلي، يعني لو بقول I هقول I must study. لو انا بعزمك على حاجة انا هعزمك بشود ولا هعزمك بمست؟ must عشان must اقوى شوية من شود، اقوى بس. خلاص تمام. طيب الفرق بقى، تعالى بص هنا جملة، هكتب لك بقى هنا جملة هقول لك ايه؟ drivers not wear a seat belt. must ولا have to؟ silent. انا لما انا سمعتك يا ميس في الاول بس ووقفت وبصمج هعملها have to، صح؟ طب انا دلوقتي هكمل على اللي انت بتقوليه، انا عايزه اسمعك هتقولي ايه. هو هنا انا في اوبشن اني انا اعمل حاجه تانية او يا ميس ما فيش اوبشن؟ طب يا ميس هو ده قانون عليا انا ولا قانون عام؟ انا بتكلم عموما. انا بتكلم عليا ولا عموما؟ يبقى هختار ساعتها must. لو عموما هتختار ايه؟ لو قانون عام على الكل بتختار ايه؟ must. انما بقول لك بقى when I drive I not wear a seat belt. عموما ولا عليا؟ يبقى ساعتها have to. بكل بساطة يعني must بتيجي في القانون. معظم الجمل ما بتجيش قانون، معظم الجمل بتجيلك نصيحة قوية، الزام داخلي زيها زي should. طيب لو جات لي في القانون يبقى قانون عام على الكل. طب لو انا بس او فلانة بس او علي بس او
او انا بتكلم عن situation معين يبقى ساعتها تقول لي have to او has to. خلاص؟ يبقى نذاكر بقى ايه؟ should و must يجب بمزاجي، have to مش بمزاجي، have to مش بمزاجي، have to او has to، have to او has to، قبلها فاعل بعدها مصدر، قبلها object be والتالت must قانون عام، must قانون عام. خلصت؟ يبقى احنا دايما بنذاكر، بنشرح كويس، بنفهم كويس، نكتب جمل على اللي احنا بنقوله. طب يا ميس انا عايز اعلي بقى، ابقى ادفانسد، اكتب جمل انت بنفسك وعدلها لنفسك على اللي احنا بنقوله، جمل غير اللي انا كاتباها اصلا. يبقى انت شرحت لنفسك وعملت وظبطت وزودت، وفي الاخر بتدندن اللي انا بتندنه ده، بتدندن اللي انا بدندنه، فهيفضل ثابت في دماغك، قاعد معاك لحد السنه الجايه والسنه دي وكل وقت. خلاص؟ فيها مشكلة؟ الماضي بتاع الكلام ده اللي هتتسأل فيه انت يا طالب تانية ثانوي، هتتسأل فيه في يونت 2 السنة الجاية في ثالثة ثانوي. هيقول لك الماضي بتاع ماست ايه عشان تحوله من دايركت لاندايركت، يا طالب يا مهذب. يا اللي مش هتذاكر، انما اللي بيذاكر اللي ربنا يسترك ويبارك لك ويرزقك ببركة الوقت وربنا يحبك، وبعد ما تخلص مذاكرتك وتشتغل ان شاء الله يبقى معاك تقبض بالدولار يا رب. حلوة الدعوة، أظن حلوة الدعوة. دنيا وجنة الاتنين، دنيا وجنة، ربنا يرزقك خيراي الدنيا والآخرة، يلي بتذاكر يا مجتهد، يلي ما بتذاكرش حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يهديك وتذاكر. مش هدي عليك برضه، بس هتلاقيني بقول بهزق، بتبقى بالنسبة لي مهزق. خلاص؟ صعبة؟ سهل. كنت بقول حاجة بعدين قعدت اشتم. الماضي بتاع كل الكلام ده ايه؟ الماضي بتاعهم had to، مفيش تاني، had to. طب في ماضي تاني؟ ده في، هناخد كمان شوية حاجات كتيرة. طب had to لو قبلها فاعل هيبقى بعدها infinitive. طب had to اهي لو قبلها مفعول هيبقى بعدها be، لا والتصريف الثالث مش هو المصدر. خلاص؟ يعني اقول لك علي had to study his lessons yesterday. تمام؟ سهل؟ يبقى تاني should و must يجب بمزاجي، have to مش بمزاجي، الماضي بتاعهم had to، قبلها فاعل بعدها مصدر، قبلها object be والتالت، have to أو has to، have to أو has to، must قانون عام، must قانون عام. خلصت ذاكرت اليونت كله، هنذاكره كده. تمام؟ نكمل. هناخد بقى لا يجب. عايزه اقول لا يجب، اقولها ازاي؟ عايزه اقول لا يجب، هقول بقى لا يجب. هنا اجيب فاعل اهو، هجيب بعدها يا اما كلمه shouldn't يا اما كلمه oughtn't to، هيجي بعدهم الانفينيتيف. shouldn't oughtn't to لا يجب، shouldn't oughtn't to لا يجب، shouldn't oughtn't to لا يجب. تمام؟ اقول لك مثلا you shouldn't waste your time، معناها لا يجب. تمام جدا. طب ايه كمان؟ نكمل ايه كمان يا ميس؟ امال بقى mustn't بقى يا ميس يعني ايه؟ mustn't بقى دي معناها ممنوع، يعني ما ينفعش تعمل ده، يجي قبلها فاعل بعدها الفعل في الانفينيتيف، يعني الفعل في المصدر. يعني اقول لك مثلا في ساين هنا مكتوب عليها no parking، مفيش ركنه، يبقى you mustn't park here، ممنوع تركن هنا. you mustn't park here، ده ممنوع تعمل الحاجة دي هنا. خلاص؟ سهل جدا وبسيط وزي الفل. تمام. نكمل ايه؟
كده خدنا الماضي وخدنا shouldn't و oughtn't to و mustn't. ناخد بقى ايه؟ 5 مش ضروري. 5 مش ضروري. الأولى don't have to، التانية doesn't have to، التالتة don't need to، الرابعة doesn't need to. لازم تحفظهم زي ما أنا بقولهم كده. الأولى اسمها don't have to، التانية اسمها doesn't have to، التالتة don't need to، الرابعة doesn't need to. خلاص؟ كل دول معاهم to. واجي بقى عند آخر واحدة كده أكتبها بقلم مختلف واروح قايله لك عليها كلام مختلف. وواحدة من غير to needn't، واحدة من غير to needn't. فأنا عشان كده بغنيهم كده: 5 مش ضروري، 5 مش ضروري. الأولى don't have to، التانية doesn't have to، التالتة don't need to، الرابعة doesn't need to، الخامسة واحدة من غير to needn't، واحدة من غير to needn't. لازم أذاكرهم كده. ليه؟ لأن ممكن تجيلي في الترانسليشن علي doesn't need worry، علي needn't to worry، علي needn't worry. آخر واحدة عشان الاتنين don't need عايزة to، needn't معهاش to، التالتة قالك needn't ومن غير to. فهمتوا؟ يا رب تكونوا فهمتوا. مش ضروري. خلي بالك ده مش ضروري في المضارع لأن كل دول مضارع. هنا هجيب قبلهم ايه؟ subject فاعل، بعديهم هجيب infinitive اهو. طب don't، ايه الفرق ما بين don't و doesn't؟ زي الفرق ما بين have و has، زي الفرق ما بين do does. doesn't اللي باسم مع he و she و it وأي حاجة مفرد. صعبة؟ لا، جميلة وسهلة وزي الفل. طب كده خلصنا؟ لا، باقيلنا بقى أهم جزء في الحصة. استنوا دقيقة. أهم جزء في اليونت ده جزء مهم قوي، ركز معايا فيه. في حاجة عندنا اسمها، أكتب بقى بقلم تاني، في حاجة عندنا اسمها should have والتصريف الثالث، وفي حاجة اسمها shouldn't have والتصريف الثالث. خلاص؟ دي صفحة مهمة جدا جدا جدا. دي صفحة هكتب عليها هنا، وخلينا هنا دي معناها ايه؟ should have والثالث كان المفروض. يعني ايه should have والثالث؟ should have والثالث الحاجة دي كانت المفروض تحصل بس ما حصلتش، كان المفروض يحصل بس ما حصلتش. يعني اجي اقول لك كده you should have studied، كان المفروض تذاكر. ده معناها ان كان المفروض تذاكر، معناها ان انت ذاكرت زمان ولا ما ذاكرتش؟ لا، ما ذاكرتش. خلاص؟ طيب امال shouldn't have والتالت هنا بجيب subject فاعل. ها، لو object مفعول هتبقى have been والتالت، shouldn't have been والتالت او should have been والتالت. خلاص؟ تمام. هاجي اقول لك ايه؟ you shouldn't have wasted your time. ما كانش المفروض تضيع وقتك، ما كانش المفروض تضيع وقتك. يبقى should have والتالت كان المفروض، should have والتالت كان المفروض، shouldn't have والتالت ما كانش المفروض، shouldn't have والتالت ما كانش المفروض. انت بتراجع اللي انت بتعمله ده. ها،
مش بتكتب بس. تمام. طب في بقى حاجة مهمة جدا 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 اسمها ما كانش ضروري. ما كانش ضروري. بص في واحدة عندنا اسمها didn't have to والمصدر. didn't have to والمصدر. didn't have to والمصدر. المصدر ما حصلش وما كانش ضروري يحصل. المصدر ما حصلش وما كانش ضروري يحصل. يعني لما اجي اقول لك هنا في فاعل، ها، لما اجي اقول لك اهو you didn't have to buy bread. هنا فعل المصدر ده ايه؟ الفعل المصدر ده ما حصلش وما كانش ضروري يحصل. المصدر ما حصلش وما كانش ضروري يحصل. المصدر ما حصلش. في فرق ما بين كلمة بالعربي ما كانش ضروري وما كانش المفروض. ما كانش المفروض يبقى لما حصل ضرر. طب ما كانش ضروري عادي. you didn't have to buy bread. انت ما كانش المفروض، ما كانش ضروري انك تشتري عيش بس انت اشتريت. حصل مشكلة؟ لا ما حصلش مشكلة. طب انت ما اشتريتش، حصل مشكلة؟ لا ما حصلش مشكلة. يبقى تاني المصدر ما حصلش وما كانش ضروري يحصل. عندي بقى كلمة تانية اسمها ايه؟ اسمها needn't have والتصريف التالت. needn't have والتالت حصل. needn't have والتالت حصل بس ما كانش ضروري يحصل. ما كانش ضروري يحصل. يبقى هاجي اقول لك كده مثلا هي you needn't have bought bread but you did. you needn't have bought bread but you did. خلاص تمام كده، تمام زي الفل كده. اعتقد مش اعتقد كده ان شاء الله باذنك انت يا رب هو يونت 8 كاملا بالكامل. حضرتك لازم تاخد بريك بعد كل يونت حوالي لو حتى 5 دقايق 10 دقايق حتى لو انت مراكم، وتعمل ايه؟ تراجع تحل بعض الافكار. وريني. لا زودي شويه لبن حبيبي. خلاص اول مره. خلاص يبقى انت كده خلصت يونت 7 ويونت 8 كاملين مكملين بكل امان. يونت 9 سهل جدا جدا، اسهل من يونت 7 من يونت 8 كمان. مع الاسف مع اليأس مع الاحباط طلعت الوايت بورد هم 30 بيجز بس. فدلوقتي هنعمل ايه؟ حضرتك هتسكان البيج دي علشان تاخد سبورتي تسرقني، تاخد ال2 يونتس دول، بعدين ندخل على يونت 9. يلا اسرقني بسرعه. يلا بينا. دلوقتي هنسرح مع بعض حاجات مهمه جدا عشان احنا اتريقنا على البني ادمين فربنا بص شفت الحمد لله. خلي بالك. استغفر الله العظيم. بص يا سيدي عندنا في حاجه اسمها ميك. بص بقى ميك دي بيجي بعدها مفعول وبعدين الفيرب في الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. خلاص فاقول لك مثلا معناها ايه؟ يجعل. بقول لك my father made me study. يروح حاطط لك بقى بين قوسين كده حاجه جميله قوي. was ادم. يلا اعملها. اعمل الجمله دي. تعرف برافو عليك. I خليها passive. خلاص فهقول I was made. بص بقى الجرامر بتاعها ايه؟ ان كلمة made دي
لو بقت passive فجي قبلها was aware هتجيب بعدها to الانفينيتيف. I was made to study. خلاص؟ يبقى make مفعول والمصدر يجعل، make مفعول والمصدر يجعل، made قبلها was aware اجيب بعدها to والمصدر، made قبلها was aware اجيب بعدها to والمصدر. خلاص؟ تمام، ده صح زي الفل. طب في حاجة تانية عايزة تقوليها؟ عايزة اجيب الادجكتيف الصفة اللي بعدها ing والادجكتيف الصفة اللي بعدها ed. ايه الفرق بين الاتنين؟ بص يا سيدي، الصفة اللي فيها ed بتوصف اللي بيحس بالصفة، اللي بيشعر، انما الصفة اللي فيها ing بتوصف المسبب للصفة. مش فاهم حاجة. بقول لك علي is interested in playing sport او in football. الواد علي بيحب يلعب كورة. خلاص؟ علي is interested in وكمل. تمام. طيب انا بقول لك مثلا the film was interesting. هو الفيلم هنا هو اللي مسبب للصفة دي. الفيلم هو المسبب للصفة، هو المسبب، يبقى ساعتها هحط للصفة ing. فسؤال، اجيب سؤال بقى، اقول لك بقى don't stay with Ali. He is not boring. هنا بنتنمر بس مش مهم، معلش انا اسفه. يلا يا ادم. يعني هي معاها boring ing. عادي صح. ليه بقى؟ هو المسبب للصفه، هو اللي ممل، هو اللي ملان. لو بورد يبقى هو اللي حاسس ان هو زهقان، انما هنا هي ده علي هو المسبب للصفه. فساعتها المسبب ممكن يكون عاقل او غير عاقل، عشان انتوا بس رابطينها ايه؟ العاقل ing، العاقل ed، الغير عاقل ing. انتوا رابطينها كده وده غلط. تمام. يلا بقى ناخد اخر حاجه واخر يونت، وسهل جدا جدا بس مهم جدا جدا جدا. عندنا الافعال 3 انواع مش نوعين. فعل اسمه stative verbs، اللي هي افعال الحاله. اللي هي افعال ايه؟ تعال اقول لك مثلا زي كلمه be، have، belong، ماشي، know. كل الافعال دي عندي be يعني يكون، have يعني يمتلك، belong يعني ينتمي الى، know يعني يعرف. الافعال دي stative verbs يعني ايه؟ افعال لا تأتي في زمن مستمر، يعني ما بتجيش في ing. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك I'm having a car now. ما ينفعش. طب مع ناو يا ميس، ما هي ناو يا ميس معاها مضارع مستمر اللي هو ام واز وار والاي ان جي. طب هنا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. ليه؟ علشان هنا هاف ده معناه يمتلك. بص معناه ايه؟ يعني معناه يمتلك، وفي حالة ان هو بيكون معناه يمتلك فدي كده من الستيت فيربس، فمعناها ان هو لا يأتي مستمر. هقول I have a car now. يعني now هتجيبي معاها مضارع بسيط. خلاص. يبقى الستيتيف فيرب ما تجيش مستمره، ستيتيف فيرب ما تجيش مستمره، ما تجيش مستمره، ما تجيش مستمره. طيب في بقى افعال تانية اسمها دايناميك. ايه بقى الدايناميك دي؟ دي الافعال بتاعه الحركه. يعني ايه افعال حركه؟ يعني افعال بتيجي مستمره عادي.
يعني ينفع do يجي مستمر، بقول I'm doing my homework، أنا بعمل واجبي. ينفع play يجي مستمر، بقول I'm playing now. ينفع study يجي مستمر، بقول I'm studying now، وهكذا بقى. طب أنا بعرفها منين يا ميس؟ بعرفها من المعنى. يبقى أنا الترجمة هي مفتاح حل اللغة عندي. ترجمة بقول لك مثلا I'm doing my homework، عادي جدا. خلاص. طب بص بقى اللي جايه دي، في افعال، دي رقم 3 والاخيره، both. يعني ايه افعال both؟ يعني stative ودايناميك الاثنين مع بعض. يعني ايه؟ يعني مثلا كلمه have دي، الافعال اللي قلنا لسه قايلين ان هي ايه؟ stative verbs. فهي هنا اهي I have a car now. طب بص هنا بقول لك I'm having my lunch. هي التانية دي معناها يمتلك، انا بمتلك اللانش، يعني انا ماسك اللانش كده، محدش هياخد مني، محدش هياخد مني، محدش هيتعلم هنا، محدش هيتعلم هنا، انا بعمل كده؟ لا، انا ما بعملش كده. ففي الحالة دي have هنا بقت ايه؟ بقت معناها يتناول. ففي حالة ان معناها يتناول فينفع تيجي مستمرة عادي جدا. يبقى الافعال كم نوع؟ 3. stative verb مش مستمرة، stative verb مستمرة مش مستمرة، dynamic مستمر، dynamic مستمر، both على حسب المعنى، both على حسب المعنى. من الآخر القاعدة دي بتطبق على حسب المعنى بتاع الفعل بتاعك، وبتشوف انت المعنى ده هينفع يجي مستمر ولا لا. يلا بينا. وبكده نكون وصلنا لآخر مراجعتنا. كده خلصنا اليونت ده. انا عارفه ان هو اخر يونت سهل، بس خلي بالك اوعى تستسهله وتقول ان ده سهل فانا هعمل مش عارف ايه. لا، ده مهم جدا 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 ان انا اترجم، هعرف احله ازاي. اترجم يعني في حاجه اسمها I'm wanting to be a teacher، لا مفيش حاجه اسمها I'm wanting اصلا. يعني ايه؟ انا عماله عاوزه اكون مدرس ولا انا عايز؟ ساعتها برضو كلمه want، احنا مش بنقعد نحفظ الافعال كده ونقعد نحفظ want stative verb want stative verb play the action dynamic play the action dynamic. لا، ما بنقولش كده. احنا بنذاكر بالراحه وبنفهم وبنترجم، وبناء على ده بنسهل على نفسنا خالص خالص خالص. دلوقتي مطلوب من حضرتك ان انت يا طالب تدخل على الملزمه بتاعتك الشيت، وتدخل تراجع كويس قوي 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 الكلمات اللي فيها وتحلها، لان الحمد لله الحمد لله امتحانات في بعض المحافظات امتحنت وبعتت لي ان الامتحانات بتاعتهم كانت من الشيت مظبوطه حلوه جدا الحمد لله. فاقعد كمل الملزمه، حلها كويس وذاكرها كويس، وابعت لي اي سؤال انت تحتاجني فيه على رقم 010 120 745 72. اشوفكم بالف خير، استودعكم الله. اوعى تنسى ان هدفنا جنه، ربنا يحبك، وسلام مؤقت، سلام مؤقت.